بتكون بتولد، وفي اللحظة اللي المفروض تكون أسعد لحظة في حياتها وجوزها هيكون جنبها بتلاقيه اختفى من حياتها، وبتحاول إن هي تتصل بيه وبتترجاه إن هو يرجع لها ويكون جنبها وجنب ولاد، بس هو بيعرفها إن هو خلاص زهق وتعب، إن هو مش قد المسؤولية دي، وإن حمل العيال كتر قوي عليه، وإن هو حتى ماهوش إن هو يصرف عليه، وبيعرفها إن هو هيبعد عنها وهيبتدي إن هو يعيش حياته، وإن هو مش قد المسؤولية دي خالص. بتترجاه وبتتحايل عليه تعالى، وإن إحنا ما نقدرش نستغنى عنك ولا نعيش من غيرك، وتعالى على الأقل شوف ابن حتى ودع بنتك قبل ما تمشي. بس هو بيكون مصمم على رأيه وإن أنا مش هينفع أكون معاه، وبيتخلى عنها في أكتر وقت هي محتاجة له فيه، وبيسيبهم وبيمشي، وهي بتلاقي نفسها إن هي ما قدامهاش حل غير إن هي تربي ولادها لوحدها وما عندهاش أي حد يساعدها، أمها موجودة ولا حتى أبوها جنبها. وبعد 7 سنين تظهر وهي شغالة في مصنع وبتشتغل ليل ونهار وبتصرف على ولادها. لما بترجع البيت تشوف ولادها وهم ماسكين في بعض وخايفين ومش عارفة إيه اللي فيهم، تسألهم وهي مستغربة انتوا مالكم وليه حالتكم عامله كده؟ فبتكلمها بنتها الكبيره وبتقول لها خشي المطبخ وانت هتفهمي كل حاجه. اول ما بتدخل بتشوف خليل جارها وهو مضروب بالسكينه ومرمي على الارض. بتكلم بنتها وبتقول لها ايه اللي حصل ده وليه خليل موجود عندنا وسايح في دمه بالشكل ده؟ فبنتها بتكلمها وهي خايفه وبتقول لها اللي وانت مش موجوده خليل جارنا جه بحجه ان هو عاوز يساعدني وان هو عاوز يصلح لي البوتاجاز، وحاولت كذا مره اني امنعه ان هو ما يدخلش، بس هو عرفني ان هو جارنا ولازم ان هو يساعدني فدخلته، بس هو نيته ما كانتش كويسه خالص، وحاول ان هو يقرب مني باي شكل وما حسش بنفسي غير ان انا بضربه بالسكينه واترمى في الارض مره واحده، ومش عارفه اذا كان مات ولا لسه عايش. فامها لما بتقرب منه ما بتحسش ان في نفس، فما بتكونش اصلا فاهمه ازاي هيكون ميت او عايش، بس بتعتقد ان هو مات. بتخاف اسيا امها وما بتكونش عارفه تعمل ايه ولا تتصرف في المشكله دي ازاي، وان ازاي انها تحمي بنتها وما تخشش السجن، وكل اللي بتفكر فيه ان هي تتصل بالشرطه وتقول ان انا اللي قتلته وتحمي ولادها، بس في نفس الوقت ما بتكونش عارفه ان هي هتوديهم فين ولا حتى مين هيخلي بالهم منهم وهي مش موجوده. بس نرجس بنتها بتكون رافضه خالص ان هي اللي تسللنا، ان احنا ملناش غيرك وما ينفعش ان انت تسجني، وبتنهار عليها. واسيا ما بتكونش عارفه تعمل ايه في المصيبه دي، وان ازاي الحيوان ده يعتدي عليها بالشكل ده، وان عيالي مش وش بهدله خالص، وما بتلاقيش اي حل ولا بيخطر في دماغها حل غير ان هي تهرب وتودي عيالها عند خالتها هي تاخد بالها منهم وتسلم بعد كده نفسها للشرطه، وما بيكونش معاها اي مصاريف تصرفها طول الطريق. فبتفكر ان هي تاخد التلفزيون بتاعها وتبيعه، وخدت السكينه اللي اتضرب بيها خليل وحطتها في شنطتها، وبيكون هدف ان هي تاخد السكينه هو ان لو حصل في الامور امور وما لقيتش اي حل قدامها تسلم السكينه للشرطه كدليل ان انا اللي قتلته، وتطلع بنتها من الجريمه دي. وشافت كمان ان هو معاه مفاتيح العربيه بتاعته فخدتها، وخدت ولادها والتلفزيون وهربت بالعربيه بتاعته. وبيكون طريقهم طويل وهياخد كام يوم، وفي الطريق ابنها بيبتدي يتعب، فبتكون محتاجه ان هي تجيب له الدواء بتاعه لانه بيكون عنده حساسيه على صدره، وكمان عايزه تاكله، فبتروح وتبيع التلفزيون ما جاب لهمش فلوس كتير، ويا دوبك بس حق الدواء وحق اكله صغيره ممكن ياكلوها، بتجيب لهم هم الاكل وبتجيب الدواء وما بتجيبش اكل لنفسها. واثناء ما هي بتشتري الاكل بتشوف في الاخبار خليل وهم ساحبينه بعربيه الاسعاف وبيتهموها هي بقتله، فبتقلق وبتخاف، بتفكر تتصل بصاحبتها هي اقرب واحده ليها واكيد هتصدقها، فبتتصل بيها. فصاحبتها بتقول لها ان انا متاكده ان انت مش ممكن تعملي حاجه زي كده، ولو عملتي كده يبقى اكيد هو عمل معاكوا حاجه. فبتعرفها ان هو حاول يعتدي على بنتي وما بترضاش تقول لها ان بنتي اللي قتلته، فبتقول لها ان هو لما حاول ان هو يعتدي على بنتي فانا اضطريت ان انا اقتله. فصاحبتها من غيظها بتقول لها ان حلال فيه اللي حصل فيه والله، وان انا لو كنت مكانه كنت انا اللي قتلته، بس بتكون خايفه عليها. فبتعرفها ان شاء الله يعيش عشان ما يحصل لكمش انتوا حاجه، وبتقول لها ان اي حاجه هتحصل هحاول اتصل بيكي اول باول وربنا يستر وما يحصل لكمش حاجه. تقفل معاها اسيا وبتروح لاولادها وبيحاولوا يركنوا في اي مكان بحيث انها تنام لها ساعتين والصبح تكمل طريقها. وتاني يوم ولادها بيعرفوا ان احنا جعانين وان احنا مش قادرين نستحمل خالص، ما بتكونش عارفه اسيا هتعمل ايه، فبتفكر في فكره، فبتروح المطعم تطلب لهم الاكل وبتخليهم ياكلوا لما يشبعوا، وبعد ما خلصوا اكل بتطلب منهم ان هم يروحوا العربيه وانا هحاسب وهاجي وراكوا على طول. واول ما بتحس ان مفيش حد شايفها تجري بسرعه تركب العربيه، بس العربيه ما بتساعدهاش على الهروب وبتعطل منها وعماله تشغل في العربيه والعربيه ابدا حالفه ما هي تمشي. وفي الوقت ده بيكون صاحب المطعم جه هو والناس اللي شغاله معاه وبيمسكوها وبيقولوا لها ان احنا هنطلب لك الشرطه. فبتخاف اسيا قوي وبتترجاه وبتقول والله العظيم احنا مش حراميه، بس والله الفلوس خلصت مني وان عيالي جعانين وما كنتش عارفه اعمل ايه، فما لقيتش غير الحل ده. وبتترجاه وبتتحايل عليه ان هو ما يبلغش الشغل، لو انت عايز اي حاجه انا هعملها ان شاء الله، حتى راح اغسل لك الاطباق او انضف لك المكان. فصاحب المطعم لما بيشوفها كده بتصعب عليه، على الاخص لما بيشوف الاطفال فبيحس انها غلبانه ومحتاجه المساعده، فبيدخلها المطعم
وبيأكلها وبيأكل ولادها وكمان بيديها فلوس. بتكون محروجة منه، بس هو بيقول لها لو كنت جيتيلي من الأول وحكيتي لي ظروفك صدقيني والله كنت وقفت جنبك وإن أنت زي بنتي، وكمان هصلح لك العربية قبل ما تمشي. وبعد ما بتشكره على وقوفه جنبها ومساعدته ليها، فبتاخد ولادها وبتروح الحمام قبل ما تسافر. وفي الوقت ده ابنها بيقول لها إن الحمام حمام بنات وإن أنا ما ينفعش أدخل معاك، فبتقول له خلاص خلي شنطتي معاك وأنا هدخل الحمام. فبيفضل الولد قاعد ومستنيهم، بس في الوقت ده بيجي كلب فبيعجبه الكلب وبيطلع يجري وراه وبيسيب الشنطه بتاعت امه. وبتطلع اسيا هي وبنتها وبيسالوه عن الشنطه راحت فين، فبيقول لهم ان انا سبتها هنا وطلعت اجري ورا الكلب. فبيلاقوا ان الفلوس كلها اللي جواها اتاخدت من الشنطه. اسيا بتكون هتتجن، يا ربي ايه النصايب اللي انا كل شويه اقع فيها دي، ده انا كل شويه اقع في مصيبه شكله يا عيني ما بتكونش عارفه تعمل ايه. واللي بيزود الدنيا اكتر والدنيا بتسود في وشها وفعلا ما بتكونش قادره ان هي تتنفس، اتصال صاحبتها ليها وبتعرفها ان انا سمعت ان الشرطه بتدور على العربيه واحتمال كبير يعرفوا يوصلوا لك عن طريقها. فاسيا بتبص على عربيتها فعلا بتلاقي الشرطه بيفتشوها وبتحس ان الدنيا كلها اسودت في وشها وان هم خلاص هيقبضوا عليها دلوقتي، ومن خوفها بتقع من طول. اول ما بتقع الناس كلها بتتلم، بيكون في واحد واخد باله قوي من ارتباكهم ومن توترهم وبيحس ان هم معاهم مشكله، فبيروح لهم وبيحاول يهديها. وابنها بيقول ان كل ده بسببي انا السبب في اللي بيحصل لماما ده، ان انا ما خدتش بالي من الشنطه وهم الحراميه وسرقوا الفلوس اللي جواها. فالراجل بيصعب عليهم قوي وبيقول لهم ان هو ممكن يوصلهم، بس ما بتكونش عارفه تروح معاه ولا تعمل ايه. بس بنتها لما بتكون شايفه الشرطه قدامها وان هم خلاص ممكن يتقبض عليهم بتدخل في الكلام وبتقول لامها ان ما قدامناش حل غير ده يا ماما، وان احنا معناش فلوس ولازم نركب معاه. وبتركبها معاه العربيه وبيشوفهم صاحب المطعم وهم بيركبوا معاه العربيه وبيفهم ان هي معاها مشكله والشرطه بتكون معاه، فبيتوههم وبيقول لهم ان الست اللي كانت راكبه العربيه دي كانت موجوده هنا بس شكلها مشيت وان انا مش شايفها في المكان خالص، وبيشاور لهم على عكس الطريق اللي هم مشيوا فيه. بعد مرور وقت ابنها بيبتدي ان هو يتعب ومحتاج ان هو ياخد الدواء وكمان محتاج ان هو يدخل الحمام، يركنوا في اقرب استراحه ليهم. وماهر بيتكلم مع اسيا وبيسالها على باباهم وليه مش معاكم وليه مسافرين لوحدكم وان ده خطر عليكم. فبتعرفوا من باباهم اتخلى عنهم وسابهم، وابني مفكر ان ابوه مات وهو صغير وان انا مش معرفاه ان هو عايش وبعد عنا بمزاجه، وحصلت ظروف خلتني ان انا اضطر ان انا اروح لخالتي واخدهم زياره ليها. فماهر بيحس ان هي وراها حاجه وانها على طول مرتبكه بس ما بيرضاش ان هو يبين لها. في الوقت ده بتتصل خالتها تطلع ترد عليها وخالتها بتصدمها صدمه عمرها وبتقول لها ان كويس ان انتوا جايين على فرح بنتي واحلى حاجه الوقت اللي انتوا اخترتوا ان انتوا تيجوا فيه، ان انا هجوز بنتي وهي مصممه ان انا اسافر واعيش معاها هناك، ويلا تعالوا عشان تجهزوا معايا الشنطه. بتتصدم اسيا صدمه عمرها وكده خلاص كل البيبان اتقفلت في وشي ومفيش مكان اروح عليه، فبتقفل معاها اسيا وما بتبقاش عارفه تعمل ايه. واللي زود الدنيا اكتر ان صاحبتها اتصلت بيها وعرفتها ان خليل مات. الدنيا بتسود في وشها، يا ربي انا اطلع من مصيبه اخش في مصيبه اكبر منها. وبتروح وبتركب العربيه مع ماهر، هي مش عارفه هتروح فين واخره الطريق ده ايه، والدنيا بتتنيل معاها اكتر لما بتلاقي نقطه تفتيش وبتفكر يا ربي هعمل ايه، ههرب من العربيه والعيال نايمين ولا هروح فين. ماهر بيحس بيها قوي وبيفهم ان هي هربانه من الشرطه وبيفهم ان هي وراها حاجه، بس هو بصراحه بيكون جدع معاها وبيقول لها حاولي ان انت تنامي وما تبينلهمش ان انت متوتره، وبتسمع كلامه. وبعد ما بيعدي بالنقطه التفتيش بعد ما عرفهم ان هي مراتي واولادي اللي راكبين معايا ما بيرضاش يتكلم معاها في حاجه، وهي بتشكره على وقوفه معاها وما بتبقاش عارفه تشرح له موقفها ولا ليه هي بتعمل كده، قرر ان هي تسكت وهو بيتفهم سكوت، بس هو بيقول لها حاولي ان انت تنامي دلوقتي وبعدين ان احنا نتكلم. بس يا عيني ما بيلحقش يكمل الكلمه تيجي عربية كبيرة وبتخبط العربية وبيعملوا حادثة وبيروحوا على المستشفى وبيكون كلهم يعتبروا كويسين ما عدا نرجس ايديها اتكسرت. اما ماهر بتكون حالته خطيرة جدا ودخل على اوضة العمليات، ولما بتيجي الشرطة عشان تعرف منها ايه اللي حصل بترتبك وما بتبقاش عارفة تقول لهم ايه. بس الشرطي لما بيتكلم معاها وبيتكلم على اساس ان هي مرات ماهر بتضطر ان هي تتكلم معاه على اساس ان هي مراته وان دولت عياله، ولما بيسألها عن اوراقها الشخصية بتعرفوا ان هي اكيد ضاعت في الحادثة وما بترضاش تعرفوا حاجة تانية. الشرطي بيتعامل معاها على اساس ان هي مراته وبيقفل ورق على كده. في الوقت ده بيجي اخو ماهر واول ما بيعرفهم بنفسه ان هو اخوه بتخاف اكتر وبتقول خلاص انا كده لبس وبترتبك وما بتبقاش عارفه تقول له ايه اول ما بتعرف ان ده اخو ماهر. بس اخو ماهر بيسلم عليها وبيفرح قوي ان اخوه اتجوز وبقى عنده عيال، وبيظهر ان ماهر طلع من البلد بقاله 18 سنه وما شافش حد من عيلته ولا حتى تواصل معاه، وبيكون السبب شويه كده هتعرفه. وبيفرح قوي اول ما بيشوفهم وبيروح ينادي امه اللي بتكون منهاره على ابنها، بيعرفها ان
ماهر اتجوز وان مراته موجوده هي وعياله، فبيفرحوا وبيحضنوهم وبيبوسوهم والدنيا بتكون زبادي في الخلاط. ولما بيحسوا ان هم مرتبكين ومش عارفين ان هم يتكلفوا فبيقولوا ان ده من اثار الحادثه وان هم مخدوعين. اكيد طبعا خايفين على ماهر وزعلانين عليه وبيحاولوا ان هم يطمنوهم وان ان شاء الله ماهر هيطلع وهيكون كويس. واسيا بتبص لهم وهي مرعوبه ومش عارفه اخره الكذب ده هيكون ايه وربنا يستر. وماهر لما هيصحى ويعرف ان احنا كذبنا الكذبه دي هيعمل معانا ايه؟ وماهر لما بتشوف حالتهم وبتشوفهم ان هم لسه جايين من السفر وشكلهم تعبان وغير كده اتعرضوا لحادثه، فبتطلب من ابنها ان هو ياخدهم ويوديهم البيت يستريح. هي هتقعد جنب ماهر. في الاول طبعا اسيا بتكون قلقانه ومتوتره ومش عايزه انها تروح معاهم، بس ام ماهر بتقنعها ان انت لازم تروحي وتستريحي، ما تقلقيش على ماهر خالص، انا هخلي بالي منه. اسيا بتحس ان اصلا عيالها شكلهم تعبانين خالص والمفروض ان هم يستريحوا، فبتقرر ان هي تروح وتطمن على اولادها وبعد كده يحلها الف حلال. واول ما بيوصلوا البيت بيلاقوا قصر كبير وبيكونوا مستغربين ايه البيت ده وايه الجمال ده. بس مرات اخو ماهر بتعرفهم ان ده مش بيتنا وان احنا ساكنين في البيت الصغير ده واحنا بنخدمه في القصر الكبير ده، وكتر خير صاحب البيت عطانا بيت صغير نعيش فيه. وبعد ما بتدخلهم وتطمن ان هم بقوا كويسين فبتسيبهم ان هم يستريحوا وبتروح القصر عشان تخدم فيه. وبتقابل صاحبه البيت وجوزها وبتكون صاحبه البيت متضايقه قوي انها من الصبح مش موجوده وانها مش لاقياها وان احنا ورانا حاجات كتير النهارده وانت اتاخرتي ليه لحد دلوقتي. وبتعرفها على اللي حصل لماهر عشان خاطر كده انا اتاخر. فبتكون شكل الست متضايق او ايه ماهر ده وايه اللي رجعه، هو احنا ناقصينه؟ اما هارون جوزها بيكون باين عليه ان هو اتخض على هارون وزعل عليه وبيكون خايف عليه لا يكون حصل له حاجه، وبيستغرب اكتر لما بيعرف ان هو اتجوز وخلف كمان، بس بيبان ان هو فرح له. اما مراته بتكون غضبانه جدا ومش حابه خالص رجوع ماهر ده وبتتنرفز عليها وبتقول لها خلاص خلصي اللي وراكي، بنتي جايه النهارده هي وجوزها وراجعين من السفر ولازم نعمل لهم اكل كويس وجهزي البيت ونضفيه. وبعد ما بتمشي مرات اخو ماهر بتكلم هارون جوزها وبتقول له وايه اللي رجعه ده كمان، هو احنا مش كنا خلصنا منه ومشي؟ فبيبص لها وهو متضايق منها وبيقول لها انا اللي طلبت منه ان هو يرجع. فبتقول له انت طلبت منه ان هو يرجع ليه بقى ان شاء الله؟ فبيقول لها بعدين هتعرفي. وبيبان ان هارون في مشاكل حصلت ما بينه وما بين ماهر في الماضي وهي اللي خلته ان هو يسافر ويقرر ان هو ما يرجعش تاني، ولولا ان هارون اتصل بيه عشان خاطر يرجع ما كانش هيرجع. وشويه وهنعرف ايه اللي حصل. اما اسيا بتروح تساعد جلثوم لانها بتكون عندها شغل كتير قوي تحضر معاها العشاء. وجلثوم بتحكي لاسيا ان الست الكبيره بنتها هيلين راجعه من السفر وهي بقى لها فتره كبيره ما شافتهاش، وبنتها دي المدلله ليها وبتحبها قوي وبتحب تعمل لها كل الاكل اللي هي بتحبه، عشان كده انا مضغوطه جامد النهارده. وبتشكرها ان هي بتساعدها وبتقف معاها، وبعد ما بتخلص بتسيبها. بس وهي طالعه بتتصدم صدمه عمرها، تشوف حاجه ما كانتش متخيله ابدا ان هي هتشوفها بعد السنين دي كلها. بيكون مين اللي شافته؟ جوزها اللي سابها وهي سابها تربي عيالها لوحدها. هي واقفه ومش مصدقه ابدا ان هي شايفاها قدام عيني. اما جمال ما بيكونش متخيل ابدا ان هو شايفها قدام عينه، ومعقوله بعد السنين دي كلها اشوفك؟ وكنت خلاص مفكر ان الماضي راح واندفن وان من رابع المستحيلات هشوفك تاني. وبيكون واقف متسمر مكانه ومش متخيل ابدا ان هو شافها. بيكون جمال هو جوز هيلين بنت صاحب القصر ومخلف منها ولد، وساب اسيا عشان خاطر يتجوزها هيلين بنت الناس الاغنياء. اسيا بتكون واقفه ومصدومه وشايفه الجبان اللي قدام سابني انا واولادي وراح اتجوز ست غنيه عشان يهرب من مسؤوليتهم، ومش متخيله ابدا ان هي شايفاها قدام عينيها. اكتر بنتها لما بتطلع وبتدور عليها وبتشوف جمال، واول ما بتشوفه بتعرفه على طول وبتعرف ان هو ابوها، وبتشوف ابنه معاه بتعرف ان هو عاش حياته وخلف وسابنا احنا نعاني. ومن صدمتها بتقع من طولها وبتجري اسيا عشان خاطر تلحق. اما هيلين لما بتشوفها بتجري عشان خاطر تلحقها وبتقول لجمال مالك واقف متسمر في مكانك ليه؟ ما تيجي تساعدهم. بس ساعتها اسيا بتكلمهم بطريقه اسيا وبتقول لهم محدش يقرب ولا يلمس بنتي وانا هعرف اتصرف معاه، وبتاخدها وبتدخل جوه. وجمال بيكون واقف مصدوم ومش عارف يتكلم خالص. اما نرجس بتخش مع اسيا وبتفضل تعيط وبتقول لها شفتي يا ماما عايش حياته ومخلف ولد وسابنا وما سالش علينا طول السنين. واسيا بتحاول ان هي تهون عليها وبتاخدها في حضنها وبيعيطوا هما الاثنين. اما جمال بعد ما بيسلم على كل اللي موجودين بيكون الفضول هيموته وبيكون عايز يعرف ازاي اسيا جت هي ونرجس، فبيسالهم بطريقه غير مباشره. فمامة هيلين بتقول له ان دي مجايب ماهر رجع من السفر ورجع هو ومراته وعياله. فبيقول لها مراته وبنت؟ قالت له ما هو اتجوز وخلف بنت وولد ولسه راجع من السفر هو وعياله. فبيكون مستغرب هي اتجوزت؟ طب اتجوزت امتى؟ وان هو بيعتبرهم عياله وزي ما يكون الموضوع ضايقه قوي، ما اعرفش ليه بس هو اتضايق يعني او غار، مش باينه مشاعره بالظبط بس هو شكله اتوتر. وتاني يوم جمال بيكون في حديقه البيت فبيشوف اجور ابنه وما بيكونش عارف ان هو ابنه، فالكره بتيجي عنده
وبيناولها له وبيساله على اسم. بس اول ما بيقول له ان اسمه اجور يساله على طول وبيقول له هي امك اسمها اسيا؟ فبيقول له ايوه. فبيكون اول مره يشوفه بعد السنين دي كلها وان هو اصلا عمره ما شاف، فبيقرب منه وبيكون نفسه ان هو يحضنه. بس ساعتها بتيجي بنته اول ما بتشوفه ان هو مقرب منه وبتنادي على اجور بحس عالي وبتقول له تعالى ما تقربش بعد كده من ناس احنا ما نعرفهمش ومالكش دعوه بيهم، وبتاخد اخوها وبتمشي. ساعتها جمال بيحس فعلا قد ايه ان هو غلط في حق عياله وان عياله بيعاملوه على اساس ان هو غريب ومش عارف حتى ان هو يلمسهم او يقرب منه. ولما بيتجمعوا على الفطار اسيا بتضطر ان هي تساعد جلثوم وبتحضر معاها الفطار، فبتكون رافضه ان هي تدخل وهي اللي تقدم الفطار بنفسها. بس جلثوم بتقول لها معلش روحي انت، لان هم طالبين مني طلبات كتير قوي وان انت ما تعرفيش حاجه في المطبخ، قدمي لهم انت الفطار معلش. فبتضطر اسيا وبيكون الموضوع غصب عنها خالص، مش متخيله ابدا ان هي بتخدم جمال هو ومراته وبتقدم لهم الشاي. بس هيلين بتفضل تحب في جمال وقد ايه ان هم عايشين سعداء مع بعض وان هي بتفكر ان هي تكمل حياتها هنا وبلاش نسافر خالص. وساعتها اسيا بتتوتر خالص وما بتحسش بنفسها غير وهي بتكب الشاي على جمال. ساعتها ام هيلين بتتنرفز عليه وبتقول لها مش تفتحي ولا تاخدي بالك القرف اللي هم بيجيبوه لنا ده. وجمال بيحاول يدافع عنها من غير ما حد يحس وبيقول عادي يعني ما حصلش حاجه. بس اسيا بتكون اصلا بصاله من فوق لتحت وبتسيبه وبتمشي تكون متنرفزه ومش طايقه نفسها، على الاخص لما جلثوم بتزودها عليها وبتقول لها تعالي وضبي معايا الاوض. فبتضطر ان هي تروح وبتلاقي نفسها ان هي في اوضه جمال هو وهيلين، فما بتكونش قادره ان هي تسيطر على نفسها. شايفه هدومها وهي مرميه قدامها، شايفه هدومها وهي موجوده في كل مكان وصورها هي وجمال، فبتكون يا عيني مش قادره تسيطر على نفسها، فبتتنرفز وبتقول خلاص كفايه مش قادره استحمل وبتسيب الاوضه وبتمشي. بس في الوقت ده جمال بيشوفها وبيمسكها من ايديها غصب عنها وبيدخلها الاوضه وبيقول لها انا عايز اعرف انت ايه اللي جابك هنا، وان انا اتخضيت اول ما شفتك واني ما كنتش عارف اتكلم خالص وان انا عاوزه اطمن على بنتي واعرف ايه اللي حصل له. بتكون شايفاه ان هو بجح وبارد وما عندهوش دم، فبتقول له وانت مالك وانت ايش دخلك وتطمن على بنتي ليه وكنت تعرف حاجه عنها، وبتتنرفز عليه وبتقول له اياك بعد كده انك تلمسني تاني ومالكش دعوه بينا وكاننا مش موجودين وان انت خلاص مش عايش حياتك، فيا ريت لما تشوفنا كانك ما تعرفناش وان احنا اصلا مش عايزين نعرفك. فبيكون مستغرب من كلامها وبيقول لها طب ما انت كمان عشتي حياتك واتجوزتي، ده حتى ابني ما يعرفنيش وبيعتبر ان ماهر ابوه. فبتفهم ان ابنها قال له ان ماهر بابا زي ما هي اتفقت مع ان هو يفهم كل اللي موجودين هو واخته ان ماهر ابوه. فبتكمل فيه غيظ وبتقول له ايوه هو ابوه، واحد رباه وخلي باله منه، ما يعتبروش ابوه ليه، هو سابه يعني في عز ما هو كان محتاج له. فجمال بيكون متغاظ قوي من كلامها وبيقول لها ان انا كنت صغير وطايش وما كنتش فاهم يعني ايه مسؤوليه، بس لما كبرت عرفت قد ايه ان انا غلطت في حقكم وندمانه على اللي انا عملته. فهي بتقول له ان هو ما فيش داعي لندمك دوت وان احنا ما يفرقش معانا كل اللي انت بتقوله ده وان احنا خلاص عايشين حياتنا كويس قوي من غيرك. وبتكون منفعله عليه جامد وما بتكونش اصلا طايقاه وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده من غضبه ما بيكونش قادر يسيطر على نفسه وقد ايه شايف ان هو صغير في عينيه وقد ايه ان هي كارهاه، حتى بنتي ما بتبقاش طايقه ان هي تشوف وشي. فبيكلم هيلين وبيعرفها ان انا مش هقعد هنا وان احنا هنسافر، وهيلين بتحاول ان هي تقنع فيه ما احنا خلاص اخدنا القرار اللي خلاك انك ترجع في كلامك، بس هو بيكون مصمم على رايه ان هو مش عاوز يقعد هنا. فبتضطر هيلين ان هي تسمع كلامه، طالما ان ده رايك خلاص مفيش داعي ان احنا نقعد هنا ونسافر. وبتكون ام ماهر تعبت في المستشفى ومحتاجه تاخد الادويه الضغط بتاعتها، فبتكون جلثوم مش عارفه ان هي تروح، فبتكلم اسيا وتعرفها ان انا مش هينفع اروح خالص وروحي انتي علشان خاطر تديها الادويه لاني انا مش فاضيه خالص، فانا هشوف لك اي حد خير خليه ان هو يوصلك. واسيا بتقول لها تمام، بس المشكله ان اي حد ده يكون جمال وهيلين بيكونوا خارجين وجلثوم بتعرفها ان هي رايحه المستشفى وما تعرفش الطريق، فهيلين طبعا ما بيكونش عندها مانع، بس اسيا بتكون متضايقه قوي ان هي تركب معاهم العربيه، بس جلثوم بتقول لها ان انت ما تعرفيش الطريق وما فيش مواصله تانية ممكن توصلك غير دي، فبتضطر ان هي تركب معاه وبتكون قاعده على اعصابها. وهيلين بتفتح معاها الكلام وبتعرفها ان هي وماهر كانوا بيلعبوا وهم صغيرين وكنا مبسوطين مع بعض وكانت الدنيا كانت حلوه ما بيننا وان هي بتعزه وان هم ياما لعبوا مع بعض وهم صغيرين. طبعا اكيد ولادك بيكونوا زعلانين جدا عليه واكيد طبعا انت كمان زعلانه عليه. فاسيا بتضطر ان هي تهودها في الكلام وبتقول لها طبعا زعلانين كلنا عليه. طبعا جمال بيكون مستفز جدا من الكلام. ولما بتوصل المستشفى اخو ماهر بيجري عليها وبيعرفها ان ماهر خلاص فاق وتعالي علشان خاطر تشوفيه. بتكون مصدومه جدا، هتقول ايه الماهر وبتكون خايفه جدا من رد فعله. واول ما بتوصل بتشوف امه وهي جنبه وبتكون فرحانه قوي ان هو فاق وبتطمنه على مراته واولاده، فما بيكونش فاهم ايه اللي انت بتقوليه ده، بيكون مستغرب ولسه هيتكلم ويفهم منها. بتدخل اسيا وبتكون مخضوضه ووشها جايب الوان، فبيكون مستغرب من وجودها وبيقول لها انت لسه موجوده، وبتحس ان الجو متوتر ما بينهم فبتسيبهم
بيسيبوهم مع بعض ان هم يتكلموا شويه، فبتتاسف له وهي بتقول له ان انا لقيت الشرطه في وشي وهم كانوا بيعاملوني على اساس ان انا مراتك وان انا كنت معاك في الحادثه وما كنتش عارفه اخرج من الموقف ده، ولما لقيت اخوك في وشي ما عرفتش ابرر قدام الشرطه وخفت خالص اقول الحقيقه وان انا بعتذر لك وهلم حاجتي وهمشي انا وولادي. فبيكون لسه عاوز يفهم منها انت ليه خايفه من الشرطه وايه حكايتك بالظبط. بتدخل امه فبيضطروا ان هم يسكتوا وبيعرفوا ان احنا هنكمل كلامنا في البيت. ولما بيوصلوا ولادها بيكونوا قلقانين من رد فعل ماهر وعلى الكدبه اللي هم كتبوها دي، بس هو رد فعله بيكون حنين قوي وبيعاملهم على اساس ان هم اولاده وما بيحسسهمش باي حاجه وبيتعاملوا مع بعض كعيله سعيده. واللي بيكون شايف الكلام ده كله جمال وبيكون متضايق قوي وشايف ان ماهر اخد مكانه في كل حاجه وان هو ملهوش وجود في وسطهم وبيكون متضايق قوي وهو شايفهم مع بعض. اما هارون لما بيعرف ان ماهر رجع من المستشفى وحالته يعتبر مستقره بيطلب ان هو يقابله وبيعمل اجتماع كبير للعيله وبيجمعهم كلهم يعترف قدام الكل ان ماهر بيكون ابنه، ان هو كان متجوز واحده قبل كده وماتت وهي بتولد وانا خفت ان انا اعترف بيه عشان الواجهه الاجتماعيه وكده، فاضطريت ان انا اوديه الناس يربوه. وبيظهر ان ام ماهر اللي معاه طول الوقت دي ان هي مش امه، هي اللي مربياه، وان ماهر عارف الحكايه دي من زمان من اكتر من 18 سنه والموضوع كان صعب عليه وما قدرش ان هو يتحمله فخد بعضه وسافر وقطع صلته بكل اللي موجودين 18 سنه. فبيكمل هارون كلامه وبيقول لهم ان خلاص ماهر رجع وهياخد حقه زيه زي اخواته وان انا مش هتنازل عن اي حاجه من حقوقهم. فطبعا الكل بيكون متفاجئ من كلامه وبيكونوا مصدومين قوي ان ماهر اخوهم، بس ابنه الكبير بيكون واخد الموضوع بشكل تاني خالص وبيعرفه هو ايه اللي اخونا ده وايه اللي هيجي يشاركنا في الميراث ده، وبيكون متضايق جدا ورافض جدا ان هو ياخد حاجه منهم. بس هارون بيتنرفز عليه وبيعرفه ان ده حقه وان انا مش هنقص جنيه واحد من فلوس، فما بيكونش طايق نفسه وبيتنرفز وبيمشي. ومرات هارون بتكلمه وبتقوله ما كانش ينفع خالص اللي انت عملته، هو مش كفايه ان انت اتجوزت عليا كمان جايب ابنك ويشاركنا في الميراث، وبتكون متضايقه قوي وبتنفعني عليه بطريقه وحشه. هو بيعرفها ان ده حقه وان انا هديهوله قبل ما اموت. بيظهر ان هارون عنده مرض وحش قوي وان عاوز يدي ماهر حقوقه قبل ما يموت، وماهر بيكلم عيلته وبيعرفهم على اللي حصل وبيفرحوا له قوي ان حقه هيرجع له، وبيستأذن من امه وبيقول لها ان هو هيخش يستريح وهياخد اسيا معاه، طبعا مراته، والموضوع بيكون طبيعي. واول ما بيدخل بيكلم اسيا وبيقول لها استأذنت عشان خاطر اكلمك عشان خاطر محدش يسمعنا، انا عايز اعرف بالظبط ايه اللي حصل واعرف ايه اللي وراكي وان انا دخلتك في وسط عيلتي وامي مفكره ان انتي مراتي ودولت عيالي، واخدت بالي اكتر من كذا مره ان انتي بتخافي من الشرطه وان باين قوي ان حاجه وراكي، ولو عامله اي حاجه يا ريت تعرفيني عليها. بتضطر اسيا ان هي تعرفه كل حاجه وبتعرفه ان بنتها قتلت شخص عشان خاطر بتدافع عن نفسها وان هو حاول يعتدي عليها، واضطريت ان انا خوفا على بنتي ان هم يقبضوا عليها. وبيتفاجئ خالص ما وراهم جريمه وان بنتها قاتله واحد، وبيكون رد فعله مفاجاه كبيره قوي بالنسبه لها. مش هقول لكم بقى عليها المره دي، بقى هقول لكم عليها المره الجايه. ولو عجبكم المسلسل يا ريت تقولوا لي ان انا ممكن اكمله ولا مش حاسينه، ولو انه والله عجبني بس قولوا لي. ولو اول مره تشوفني ما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. باي باي.